من وقت ما انتقلت على الامارات والشغل ما عم يهدي، فاليوم قررت اخذ راحه وروح اكتشف مكان جديد. لبست على السريع اللميع وطلعت بدون ما افكر مرتين. ما في ثواني واجا تاكسي فاضي. شكله اليوم حظي حلو من اوله، والطريق كان فاضي ورواق على الاخير. 10 دقايق ووصلنا على المكان المطلوب، ومن بدايته باين حيكون شي مرتب على الاخير. المنظر كتير حلو، ونحن حنروح على هي الجزيره اللي هني. اشتريت التيكت ويلا صرنا جاهزين للرحله. الوجهه صارت قدامنا بعد هالجسر الطويل. المنظر من فوق الجسر شي خيالي. كملت بهالجسر الطويل ووصلت واخيرا على الجزيره، واسمها جزيره النور، وفيها مكان كتير مميز هلا بتشوفوه. سميت بالله وبلشت باستكشاف الجزيره، ومن اول بلش جمال وصوت الطبيعه الحلوين. يا اخي الخضار بيعطي راحه مو طبيعيه. اول مره بحياتي بشوف شجره بهالشكل. صحتها منيحه شوي بس حلوه كتير. وانا عم مفتل بهالجزيره لقيت شي عم يلمع من بعيد. قلت لنروح نشوف شو قصته، وطلع عباره عن مجسم معدني كانه من الفضاء. كملت استكشاف بهالجزيره الحلوه وطلع فيها شط كمان، بس للأسف شكله مسكر اليوم مع انه المنظر كان خيالي. ولقيت صبارات بحجم عائلي، ما تحملت ما اتصور جنبهم. ضليت امشي وانا مروق، بس الحرارة ما كانت عم تساعد ابدا. فرجعت على مكان شفته اول ما فتنا، مبنى مرتب وحواليه كله ظل. فقربت عليه وطلع حمام مو اكتر من هيك. بس يلا فتت لغسل وشي وبورد شوي، وبطريقي اخذت لي كم محرمة لهالشوبات الحلوة. بعدها وصلت على المكان اللي اكتر شي متحمس له. المبنى من برا شي ديلوكس على الاخر. سويت لي فتلة سريعة حوالين المبنى وفتت لجوا. واو، بصراحة تفاجأت بالمنظر. شي كتير حلو ومرتب على الأخير. في نباتات مشكلة بكل مكان، ومزبطين قعدة غير شكل. فقبل ما أكمل مسيرتي كان ضروري إني أخذ لي شي بارد. طلبت شي عزوقن ورحت لأقعد ريح، وثواني وكانوا جايبين الطلب. وطلع المشروب عبارة عن عصير رمان طبيعي مع تلج. كان كتير طيب وفريش على الأخير. فقعدت أخذ وقتي واتمزمز فيه. وهلأ صار وقت نفوت على أحلى مكان بهالجزيرة كلها، وهي غرفة الفراشات. يا سلام، من اول الدخلة وبتحس كأنك صرت بعالم تاني. النباتات بكل مكان والفراشات عم يطيروا حواليك. احساس مو طبيعي. الفراشات باشكالها والوانها الحلوة، في منه اللي عم يفطر والباقي عم يحلق على كيفك. وكل زاوية بهالمكان احلى من الثانية. لقيت واحدة حردانة على الارض، فرحت لراضية وحملتها شوي شوي، وسبحان الله لونها كان بجنن. خليتها تتفائل بالحياة ورجعت طارت مع رفقاتها. كمان هي نوع تاني بلون اسود مع ازرق على جناحاتها. بصراحة شي رواق على الأخير. وهون مكان ما بيحطوا الشرنقات بكل أنواعهم، ومع الوقت والحرارة المناسبة بيطلعوا هالفراشات الحلوين. طلعت وأنا مبسوط كتير. مكان جديد وتجربة جديدة سويناها اليوم. فما تنسى تسوي فولو لأنه جاي لسه أحلى بكتير.